السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على حالة سريعا كده. تمام. دي حالة اهي حد منزلها، بيتكلم ان ازاي دي تسلل. طبعا اللاعب المتسلل هو اللاعب الاسمر ده. تمام. واللاعب اللي استلم هو الابيض ده، ما كانش في موقف تسلل اثناء اللعب اهو. تمام. ما كانش في موقف تسلل ولا حاجة، اللعبة كملت. الراجل ده استلم، قالوا تسلل، الكرة دخلت هدف، قالوا تسلل ليه؟ نقول تسلل ليه دلوقتي؟ يعني نعيد الحالة تاني اهي. اهو. اللاعب الاسمر عمل ايه؟ اهو. عمل ايه؟ منع المدافع ده من الوصول للكرة، صح؟ منع تقدم المدافع من الوصول للكرة. طيب دي موجودة نصا؟ اه موجودة نصا اهي. تعالى كده، ده موقف التسلل اهو، مخالفة التسلل قانونا. اللاعب الذي يتحرك من او يقف في موقف تسلل وهو في طريق المنافس ويتدخل في حركة المنافس نحو الكرة، هذا يعتبر مخالفة تسلل الا اذا كان هناك تأثير على قدر المنافس على لعب الكرة او المنافسة عليها. يبقى كده النص خلاص خلصت يا جماعة. التعليقات بقى على الفيديو ده رهيبة، تعليقات يعني تعليقات لو قرأتها هتقعد تقرأ في التعليقات كده. بص، كل دي تعليقات بيقولوا اللاعب اللي مش عارف ايه، في اللي بيذم وفي اللي بيمدح وكده. فالكرة دي تسلل يا جماعة يعني. عايزين بقى نبقى عندنا وعي بالقانون وكده، ابحث عن القانون وافهمه وكده، هترتاح انت نفسيا. بص، طالما في نص واضح ومفهوم ما تخليش حد يضحك عليك بقى، لا اعلامي ولا صاحبك ولا حد قاعد معاك في القهوه يقول لك اصل انا فاهمك انا فاهم. في نص، خلاص. الكلام نقطه من اول السطر. طالما في نص واضح كده، خلاص ما تسمعش كلام حد، اسمع كلام النص، لان هو في الاول وفي الاخر الحكم هيمشي ورا النص. شكرا.